السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين يا حبايبي، متابعين مطبخ على قد ما أسهم مع أمل. حبايبي، ايه رأيكم في البريوش اللي أنا عاملاه النهاردة؟ جميل ولذيذ وخفيف وجميل جدا جدا، وطعمه في منتهى الجمال والله، وهيعجبكم جدا وهيعجب بناتي حبايبي. ويا ريت اللي جربه يقول لي طريقته عجبته ولا لأ. وان شاء الله اذا عجبتكم يعني ما تحرمونيش من اللايك والشير، ويلا بينا نعمله. دلوقتي عندنا كوباية لبن دافية، وبعد كده هنحط عليها معلقة خميرة، وبعد كده هنحط حوالي نص كوباية سكر. شايفين انا بوريلكم المعيار، وكله بكوباية واحدة علشان نفس المقاس يعني. لازم ناخد كل المقادير بالظبط علشان ما فيش حاجة تقل مننا او تبوظ العجينة. وبعد كده بتفضلي تربي الخليط كويس جدا لحد ما يتجانس مع بعضه علشان الخميرة تشتغل. اهو زي ما انتوا شايفين كده، قعدت ارب فيها، وبعد كده جيت انا ببين لكم ان انا اخدت بيضتين. بيضة، شلت صفار بس، والتانية يعني بياض بيضة زائد بيضة كاملة. والصفار خليته علشان هنعمل بيه حاجة بعد كده، اللي هو الوش، يعني هنمسح بيه الوش. يعني احنا استخدمنا كده بيضتين. ها. بس ايه، شلنا صفار منهم على جنب، يعني بياضين وصفار واحد. وهنحط طبعا مادام في بيض يبقى لازم نحط فانيليا، اهو ده اساسي طبعا. وهنرب كمان، نفضل شغالين في الرب يعني وكده ونقلب الخليط كويس جدا علشان يتجانس مع بعضه. ومادام حطينا بيض لازم نحط خل، دي اساسيات طبعا، احنا المفترض كلنا نحفظها. اهو دلوقتي هحط معلقتين خل. الخل يا جماعة هو عبارة عن رافع، وفي نفس الوقت بيضيع الزفارة بتاعة البيض، فيعني ما تقلقوش منه، وما بيديش طعم خالص في العجين يعني. اهوت احنا كده قعدنا نخلط ندور في الخليط. اهو زي ما انتوا شايفين، لازم يبقى تجانس كويس جدا مع بعض علشان الخميرة تنجح لنا يعني ايه المخبوز اللي احنا بنعمله دلوقتي. اهو زي ما انتوا شايفين، هنجيب بقى دلوقتي نص كوباية سمنة. اهوت لو لاحظتوا كلها بكوباية واحدة علشان المقادير ما تختلفش، لازم كلها نفس المعيار واحد. ونقلب كويس جدا عشان كلهم يتجانسوا مع بعض. وبعد كده جبت حوالي يعني ايه شوية ذرة ملح، ربع معلقة او اقل من ربع يعني، ده عشان بيعمل ايه تعادل مع السكر. ونخلطهم كويس جدا عشان ما تبقاش ايه في حتة فيها ملح وحتة لا. وندوبها. بعد كده هنيجي ننزل ببقية المكونات. اهوت هنيجي نروح حاطين 4 كوبايات ونص دقيق. بس طبعا احنا في العادة ما بننزلش بالدقيق واحد كده. وهنا عندنا معلقة بيكنج باودر، اهوت هحطه على ال4 كوبايات ونص واخلطهم كده. وبعد كده انزلهم على الخليط اللي احنا عملناه، ننزلهم بالتدريج زي ما انتوا شايفين كده. نبدأ نحط الدقيق حبة حبة ونخلط، اهوت واحدة واحدة، ونخلطهم كويس جدا يعني. نفضل نقلب فيها اهوت لحد ما الخليط يتجانس مع بعض. اهوت
نبدأ ننزل بقية الخليط بتاع الدقيق والبيكنج باودر. نبدأ بقى احنا نخلط بايدينا اهو، بنلم العجينة. هي سهلة قوي، خلي بالكم ان هي تتلم. يعني ايه، ما تفتكروش ان هي صعب، لا عادي، بتاخديها كده تلميها واحدة واحدة بكل سهولة. اهو هنا نزلنا بقية الدقيق معانا اهوت. لازم زي ما انتوا شايفين ناخد المعيار كله بالظبط، عشان ايه ما يقلش معانا والوصفة يعني ايه تبوظ اهوت. نفضل نلمهم. طبعا انا قلت ايه عشان الوقت ما يطولش في الفيديو وكده، فقلت لما اعجنها اهو. دلوقتي انا عجنتها كويس جدا زي ما انتم شايفين اهوت، اتلمت وبقت جميلة جدا. ولو انتوا حسيت ان العجينة ناشفة في ايديكوا شوية او بتنتش في ايدكوا، يعني فيها حتة ماسكة في الايد، ممكن تزودي لها حتة سمنة. اوعي تزودي دقيق، هي سمنة. دقيق لا، ممكن يعني معلقة بس هتلاقيها اتظبطت معاكوا، لكن دقيق لا. هي الدقيق بتاعه الكم بتاعه معقول جدا ومظبوط جدا جدا اهو زي ما انتوا شايفين كده. غطيناها بالاسترتش علشان تخمر. هو دلوقتي اهي ما شاء الله سيبناها حوالي يعني من ساعة الا ربع لساعة في مكان دافي. ما شاء الله يعني خمرت وبقت ضعفت. بصوا بقت عاملة ازاي ما شاء الله، وهشة وخفيفة وجميلة جدا 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 اهو. بصوا ما شاء الله، يعني هي حتى مش ماسكة في الطبق ولا اي حاجة اهو زي ما انتوا شايفينها كده، خفيفة جدا 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 اهو، متجانسة كلها مع بعض. بص عاملة ازاي ما شاء الله، خفيفة جدا يعني ما شاء الله عجينة هادية جدا وخفيفة قوي وطيعة كده وسهلة ان انتي يعني تتعاملي معاها. بصوا انتوا بتمسكوها كده وتقعدوا تعملوها كأنها اسطوانة، تبرموها كأنها اسطوانة وتقطعوها قطع. انتي بتقطعيها بقى ميزان بعينك كده، يعني انتي بتقطعي القطع حسب ايه ما انتي شايفة اهوت. بتحاولي تقسميها قطع كده اهو زي ما انتوا شايفين اهوت. هي ما شاء الله يعني الكم اللي انا قلت لكم عليه ده الاربع كوبايات ونص، ما شاء الله رمت كتير يعني ما شاء الله يعني، وخفيفة وهشة وجميلة جدا جدا جدا. حتى انتوا تلاحظوها، بصوا العجينة طيعة جدا في ايدينا، طرية كده يعني ما شاء الله، تحسي ان هي ايه سفنجة خالص، مع انها يعني لسه يعتبر احنا لسه شغالين فيها، ولسه هنسيبها كمان تكمل بقية تخمير يعني اهوت زي ما انتوا شايفين. اهوت احنا بقطعها على قد ايه الحتة اللي انت عايزاها. بس انا يعني طبعا انا بقطعها كده، وبعد كده لو لقيت القطعة كبيرة بقى عادي بشيل منها. دي حاجة راجعة لكم برضو، لان خلي بالكم هي لسه هتخمر تاني بعد التقطيع. وبعد كده هوت لما ننقشها يعني لما نعملها الشكل هنسيبها تهدى شوية برضو هتخمر. وما شاء الله لما تخش الفرن هيزيد البتاع. يعني انتوا لما تبقى صغيرة احسن طبعا. اهو هنا بناخدوا القطع اللي احنا قطعناها وبنفس الترتيب وبنعملها دواير. انا مرضتش افصل الفيديو في الحتة دي عشان ابين لكم بس ايه احنا عملنا ايه يعني. بنعملهم كلهم دواير زي ما انتوا شايفين ونسيبهم يهدوا شوية، وبعدين هنبدأ نرجع نشكلهم تاني اهو زي ما انتوا شايفين. بنعملهم كلهم كور اهوت. والله طيعة جدا وسلسة جدا في الايد، يعني مش اخدة اي مجهود خالص اهوت كده. بعد ما خلصتهم خالص هنبدأ ننقشهم. هناخد الواحدة ونروح مقسمينها على 2 ونبدأ نحركها اهي. بصوا اهي بنلفها بايدينا كده، سهلة جدا ما شاء الله، يعني العجينة طيعة وجميلة
وسهلة قوي قوي ان انت تفرديها يعني. لو انت لقيتي الطول مثلا اللي هي عطتهولك طويلة جدا، اقسميها على 2، دي حاجة راجعالك يعني ما فيهاش حاجة خالص. اهو زي ما انتوا شايفين كده، نبدأ نبرمها. اهو انا بحاول ابرمها على قد ما اقدر وارفعها زي ما انتوا شايفين كده اهو. ايوه، هي سهلة جدا وبسيطة وما فيهاش حاجة خالص يعني اهو. وبتيجي من الحتة، بصوا اللي من تحت الاخر حتة لازم احطها من تحت عشان ما تفتحش في يعني ما تخمر، لانها لسه هتخمر. هنبدأ نعمل واحدة تانية بنفس الشكل كده. كل دول خلي بالكوا كرة واحدة، يعني انا لحد دلوقتي ما خدتش الا هي كرة واحدة وطلع منها 2. وبعد كده ممكن هتلاقوا ان انا عملت منها واحدة كمان يعني. حسب الكورة كل ما بتقعد معايا العجينة بتخمر، فبلاقي ان ما شاء الله بترمي معايا. اهو زي ما انتوا شايفين كده اهوت. نلفها ونرجع الحتة الأخيرة دي بحطها من تحت، وهكذا بنبدأ ايه ناخد تاني. اهو زي ما انتوا شايفين، بصوا بقسم العجينة على 2 ازاي، ونشتغل فيها عادي خالص. اهي بنفس الطريقة كده. وهنبدأ بعد ما هخلص الكمية دي كلها هنرصها في صينية اهو زي ما انتوا شايفين. سهلة وجميلة والله، وجميلة وعيالكم هيحبوها جدا لانها خفيفة قوي قوي. واحنا كمان اما هنيجي نزينها هنزين عليها شوية سكر، فهتبقى الولاد هتحب طعمها قوي. اهو بصوا اهو زي ما سهلة قوي ما فيهاش حاجة خالص يعني. الولاد هيحبوا ان هم يساعدوكم يعني. اهو زي ما انتوا شايفين بصوا سهلة ازاي. هنا جبت صينية ودهنتها زيت، وجبت ورق زبدة اهوت، ونزلت كده يعني ايه ثبته، وهبدأ ارص فيه البريوش زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. اه بنتي دخلت في الوقت ده قالت لي انا عايزة ارص معاكي واساعدك. فطبعا انت عارفه الولاد يعني ايه بيحبوا ان هم يعني يساعدوا مامتهم يعني في الوقت ده، بيحبوا المخبوزات ويحبوا يلعبوا يعني. فكده تمام يعني مش مشكلة اهي. انا عملت صينية، ودي تاني صينية ما شاء الله يعني رمت كتير يعني ما شاء الله اهوت. بترصيها بس بتخلي على مسافة علشان هتخمر يعني. انا بقى انا حطيتهم كده وبعد كده وسعت كمان الاماكن عشان هتخمر معاكي وهتنفش عشان ما تلزقش في بعضها يعني. اهوت بنرصهم. اهو بنفس الطريقة بنرصهم بطريقة كده، وهنسيبهم يهدوا شوية عبال ما نجهز البيضة اللي هنحطها على الوش. طبعا انتوا فاكرين ان انا اخدت الصفار وركنته على جنب اهو بنفس الطريقة. بصوا ما شاء الله يعني عبال بس لما جيت خلصت بدأت تتضاعف حجمها اهو زي ما انتوا شايفين كده، ولسه كمان ما شاء الله الله اكبر هتزيد كمان يعني اهو. يعني هي عملت لي ما شاء الله الكم اللي انا وريته لكم من الدقيق ده عمل لي صينيتين اهوت. هنجيب ده دلوقتي اهي صفار البيضة اللي احنا كنا ركناها على جنب، هنحط عليه معلقة لبن اهو. بصوا انا ببين لكم اهو معلقة لبن، شوفوا الكم قد ايه، هي يا دوب معلقة
وطبعا مادام في صفار بيض لازم نحط فانيليا اهو زي ما انتوا شايفين كده. نحط فانيليا منها بتدي ريحة حلوة جدا، وايه تضيع اي زفارة للبيض. هنربها كويس وروحوا عاملينها على الوش زي ما انتوا شايفين كده بمنتهى السهولة. انا بحاول ابين لكم كل خطوة علشان بناتي حبايبي اللي مش اخدين بالهم مثلا من الطريقة، لا كل خطوة يا ريت تتابعوها، هتعجبكم جدا وهتبقى بسيطة معاكم، والمخبوزات دي هتبقى لعبتكم بعد كده. اهو زي ما انتوا شايفين كده بناتي حبايبي هيعملوا نفس الطريقة ان شاء الله، ويقولوا لي ايه الاخبار، يعني عجبتهم ولا لا، باذن الله. شايفين يا حبايبي اهوت، اهم يا حبايبي. انا بقى دلوقتي بمسحها بس بالراحة، عشان طبعا انتوا عارفين هشة جدا جدا وقطنية، فانا بخاف ايه يعني ممكن تبوظ الشكل يعني. انا عملتها كده اهوت، مسكتهم واحده واحده، مشيت عليهم كده بالصفار البيض، هيديلها شكل جميل قوي وهيبقى عارفه ظريف جدا 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 اهوت. ده ايه يا ولاد؟ ده سكر العادي اللي احنا بنشربه بنحطه في الشاي، بس خشن شويه. فانا بعد ما دهنت الصفار طبعا بقى مادة لزجة كده، رحت حاطة عليه السكر فعلى طول مسك فيه اهو زي ما انتوا شايفين اهوت. رشته كله بالسكر عشان يمسك بعد صفار البيض يعني اهوت. ده بقى فيه تكة يا ولاد جميل جدا جدا جدا. انتي لما دلوقتي حطيتي صفار البيض اصلا هيدي لون في المخبوزات. اما بتحطي السكر، السكر بيتكرمل فبيدي لون جميل جدا زي النسكافيه بالظبط. يعني جربوا الطريقة دي يا ولاد هتعجبكم جدا جدا والله. يعني بناتي يعني عارفة بيحبوا الطريقة ديت، وفي نفس الوقت انتوا كبناتي برضو لما تجربيها ان شاء الله هتعجبكم. ده شوية سمسم بقى، قلت ايه نحط ايه شوية سمسم كمان هيدي طعم ظريف. بس خلي بالكم انا حاطة سمسم ابيض، علشان السمسم لو هو متحمص ممكن يتحرق في الفرن، فالسمسم الابيض هتلاقيه اتحمص معاكي ولونه بقى جميل جدا كمان. يعني دي عصفورين بحجر واحد. جربوا بس كل التركات دي يا ولاد والله، وهتعجبكم جدا جدا وهتجربوها مليون مرة. بس يا ريت قولوا لي في التعليقات اذا عجبتكم، يعني ايه فرحوني يا ولاد وقولوا لي يعني. وما تحرمونيش طبعا من اللايك والشير يا حبايب قلبي، يعني ان شاء الله الطريقة تعجبكم وتقولوا لي جربتوها ولا ايه. وهي دلوقتي بصوا انا طلعتها من الفرن، تبارك الله والله جميلة جميلة جميلة. تبارك الله احسن الخالقين والله العظيم، في منتهى الجمال وطرية وهشة، ومفيش بعد كده جمال والله العظيم. يعني طرية جدا جدا جدا. بصوا الجمال، بصوا عاملة ازاي. بصوا يا ولاد انا هنا بقى شلت الورق الزبدة، علشان طبعا بيبقى ايه نزل عليه بقى نقط من صفار البيض، نزل